النابو عاف انرمز كمت النابو سرو انرمز كمت النابو وجع انرمز كمت النابو وجع سخرو انرمز كمت النابو انرمز كمت النابو تجعت انرمز كمت النابو شفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهارده بفيديو جديد. جبت لنا شاشة تورنيدو 32 سي دي 12 ال سي دي. الشاشة دي مشكلتها زي ما احنا هنشوف كده مع بعض. هنمسك كابل الباور بتاعها ونوصل. مفيش عندي أي بيانات بتظهر على الشاشة، حتى ليد البيان الأحمر فاصل معايا، مفيش أي استجابة للشاشة نفسها. هنحاول نقلب الزراير أهو، مفيش اي بيانات بتظهر معايا ومفيش باور خالص وصل للشاشه. الشاشه فاصله باور. تعالى هنعمل ايه في شاشه زي دي وهنحل المشكله دي ازاي؟ خليكم معانا. هنبدا نفك الشاشه ونشوف مشكلتها ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما فكينا الشاشه. الشاشه دي بتتكون من باور مستقل منفصل عن المين بورد. الموديل بتاعها 32 سي دي 12. هات الباور هنا يا عم. زي ما احنا شايفين كان في حد مغير مكثف الالكو الكبير، لكن ظاهر هنا عندي اثار انتفاخ على مكثف، والمكثف ده حاجه من الاتنين، يا خارج 24 فولت للانفرتر، يا عليه 12 فولت اللي بيروحوا للبانل بتاعنا. لكن عندي هنا الشوبر ده بيطلع معايا فولت الستاند باي. فولت الستاند باي في البورد دي مكتوب على البورد نفسها ان فولت الستاند باي 5 فولت، يبقى اذا لازم يكون موجود معايا على الدايود ده 5 فولت. يبقى هنبدأ نسمي الله ونوصل الشاشة باور كده. انا وصلت باور ولاحظت ان لمبة السري عندي بتنور زي ما احنا شايفين كده. معنى كده ان الباور نفسه مطلع معايا الجهود. بس هنتأكد ونرفع الجهود بتاعتي، وخصوصا ال5 فولت الستاند باي. هنبدأ نسمي الله، نثبت برب الافو بتاعي ونتوجه للدايود ده. قرب لي هنا يا عم. شايفين الدايود ده المفروض يكون عليه 5 فولت. هات لي الافو، وزي ما احنا شايفين ادي ال5 فولت طالعه معايا، وده فولت الستاند باي. تمام. انا مش هنشغل بالي، مش هنشتت تفكيري باي مكون تاني من المكثفات المنتفخه على دايره ال 12 او دايره ال 24 نهائي. دلوقتي انا عندي ال5 فولت الستاند باي بتخش معايا فين؟ على البورده هنا. طالما ال5 فولت ستاند باي دخلت معايا على البورده، يبقى اذا ليد البيان لازم يديني اضاءه نور احمر ان البورده شغاله، لان ال5 فولت ستاند باي داخله معايا على البورده. معنى ان هي داخله معايا على البورده يبقى انا لازم يكون عندي ليد بيان شغال هنا. جهد ال 12 او جهد ال 24 مختفي، مش موجود، مش هيأثر معايا. جهد ال 24 هيأثر معايا في الانفرتر او الباك لايت، مش هيشتغل بتاع الشاشه، او لمبات ال سي دي او لمبات النيون مش هتشتغل. وجهد ال 12 هيفصل معايا على البانل هنا، مش هيطلع، مش البانل نفسه مش هيشتغل لان جهد ال 12 مختفي. يبقى الباور سبلاي عندي مقسوم لجزئين: جزء 12 فولت خاص بتشغيل البانل، سواء البانل بتاع الشاشه، وجزء 24 فولت خاص بتشغيل الانفرتر اللي بيشغل معايا لمبات النيون. انا تركيزي مبدئيا ان الشاشه فاصله باور تماما، فاصله باور خارجيا، يعني ظاهريا انها فاصله باور، ان مفيش جهد معايا تماما. لما رفعت على جهد الستاند باي 5 فولت موجود معايا جهد الستاند باي 5 فولت. هنعمل ايه في حاجه زي كده؟ هنبدا نرفع الجهود بتاعتي على البورده. لو ركزت معايا انا قلت لك ما تشغلش بالك بالمكثفات المنتفخه في الجنب ده حاليا نهائي، لان المكثفات دي تعتبر خارج الخدمه حاليا. انا اللي يخصني حاليا جهد ال5 فولت او جهد الستاند باي هيدخل معايا على البورده. يبقى اذا جهود البورده لو مظبوطه
هيديني لمبة ستاند باي هنا. هنبدأ نوصل الشاشة ونبدأ نرفع الجهود بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هنا عندي نوصل باور. بسم الله الرحمن. انا هنا عندي على الافو ظاهر معاك، ارجع ورا شويه عشان يبقى يظهر ده ويظهر ده. انا هنا عندي ريجليتور نظبط ظاهر كده معاك. هنبدأ نرفع الفولتيات بتاعتي. انا هنا عندي ريجليتور داخل عليه 5 فولت، مطلع معايا كام؟ مطلع معايا 3.2 يعني 3.3. عندي هنا ريجليتور تاني داخل عليه 1.2 فولت. الريجليتور ده داخل على الرجل بتاعته 1.2 فولت ومطلع معايا حوالي نص فولت. الريجليتور ده كده في حاجة خطأ. الخطأ مش فيه، الخطأ ان الدخل بتاعه مش مظبوط. مفيش ريجليتور في الدنيا بيدخل له تغذية 1.2. اي ريجليتور في الدنيا بيدخل له تغذية اما 5 فولت او 3.3 فولت. هنتوجه على ريجليتور تاني هنا اهو، مطلع معايا 1.2 يعني 1.3. هنرجع تاني للريجليتور اللي تغذيته فيها مشكلة 1.3 تقريبا. يبقى اذا تغذية الريجليتور ده طالعة معايا من تغذية الريجليتور ده. يعني الريجليتور ده تغذيته جاية من الريجليتور ده. الريجليتور ده الخارج بتاعه 1.3 فولت. الخارج ده كده مش سليم. هندخل على الدخل. هات لي الدخل يا عم. الدخل بتاعه 5 فولت. اذا انا عندي مشكلة مبدئيا في الدايرة هنا. هنبدأ نتوجه على الفلاشة 1.3 فولت. ركز كويس جدا معايا. انا هنا تغذية الفلاشة المفروض تكون 3.3. داخل عليها 1.3 فقط لا غير. يبقى اذا تغذية الفلاشة دي طالعة من الريجليتور ده. يبقى انا حددت ان الريجليتور ده ريجليتور 3.3. يبقى بيدخل عليه 5 فولت بيطلع معايا 3.3. هل يا ترى المشكلة عندي من الريجليتور نفسه او في شورت؟ ممكن الاي سي الفلاش يكون عامل شورت معايا كاتم الجهد على الريجليتور. في حاجة عاملة كتم الجهد، يا اما الريجليتور تالف او في حاجة تانية عاملة كتم الجهد. هنبدأ نعمل ايه؟ هنبدأ على وضع الصفارة. هنبدأ نفصل الشاشة باور كده على وضع الصفارة بتاعنا. هنروح على خارج الريجليتور اللي فيه مشكلة هنا على الصفارة، على وضع الصفارة ما عنديش أي مشكلة. على وضع الأوم عشان نرفع الأومية بتاعته عاطيني 19 ميجا. هات لي الافو. على وضع الاوم عاطيني 14 15 بالميجا اوم. معنى كده ان المقاومه بتاعته مقاومه طبيعيه جدا ما فيهاش اي مشكله. يبقى اذا من خلال وضع الصفاره اتاكدت ان ما فيش عندي شورت على خارج الريجليتور. على وضع قياس الاوم، على وضع قياس الاوم اكتشفت ان الاوم عندي مظبوط ما فيش فيه اي مشكله. يعني الاوم بتاعه عالي، فمعنى كده ان مفيش مقاومه، مش متصل بالارضي، مفيش اي شورت معايا من المعالج، لان احتمال يكون المعالج مسبب معايا مشكله عليه، او اي سي الفلاشه فيه شورت ولا حاجه داخلي تلف فعامل كتم معايا في الفولت. هنبدا نعمل ايه في حاجه زي كده؟ هنبدا نرفع الريجليتور ده من مكانه. هنبدأ نرفع الريجليتور ده من مكانه. ادي الريجليتور رفعناه. طبعا احنا اتأكدت من خلال الفولت اللي واصل معايا على
اي سي الفلاش ان الفولت 1.3، فاتاكدت ان الريجليتور ده الخارجي بتاعه 3.3. هنبدا نجيب ريجليتور تاني 3.3. انا تعالى لي نعم، انا رفعت ريجليتور 3.3 من البورد عندي اهي. ارجع ورا شويه يا عمرو بالتليفون. رفعت ريجليتور 3.3 من بورد عندي. هنبدا نحطه هنا كده ونبدا نلحمه، وان شاء الله يكون خير. هنبدا نلحم الريجليتور ده كده في مكانه. نعمل عمليه تبريد. وهنبدأ نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع الفولت على الريجليتور. هات لي الافو. ظهر معايا على الافو 3.3 فولت. انا كده ظهر معايا على الافو بتاعي 3.3 فولت. هات لي ليد البيان يا عم. وزي ما احنا شايفين ليد البيان نور معانا. هنبدأ نسمي الله ونجرب. طبعا انا عندي مكثفات منتفخه هناك، قلت لك ما تشغلش بالك بيها نهائي، ما تخليهاش عامل تشتيت. نرفع الشاشه كده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الشاشه رجعت نظاميه واشتغلت معانا تمام، مفيش اي مشكله في الشاشه زي ما احنا شايفين كده. الشاشه اشتغلت معانا نظاميه جدا، مفيش فيها اي مشكله. هنبدا نرجع تاني ونشرح من الاول. دايما لما بيجي لك بورده منتفخه، مكثفات منتفخه، بتجري على طول تغير المكثفات المنتفخه، وده صح جدا. لكن في حالتنا هنا انا ما اتجهتش لناحيه المكثفات المنتفخه. ليه؟ لان بقول لك الاول مبدئيا لازم تكون فاهم وعارف انت بتشتغل في ايه. انا عندي البورده دي مقسومه لجزئين. جزء ستاند باي منفصل هنا اهو، بيطلع لي 5 فولت ستاند باي. ال5 فولت بتتوجه معايا، تدخل معايا على البورد، على المين بورد بتاعتي، بتتحول الفولتات دي ل 3 و3 1 و8 1 و2 تغذيه معالج. تمام. وتدخل للفلاشه ال 3 و3 بتاعتها. لما بتضغط على زرار الباور اون من الزرار بتاعي من هنا، بيبدا البورده تدي امر، تبدا البورده تدي امر معايا باور اون لبورده الباور، فيطلع لي باقي الجهود بتاعت البورده اللي هو جهد الانفرتر 24 وجهد البانل نفسه اللي هو جهد ال 12. فانا مبدئيا لما تجي لي شاشه فاصله ليد البيان تماما، فاصله باور تماما، وارفع فولتياتي، اكتشف ان ليد فولت الستاند باي سليم معايا، ما نهتمش بالمنطقه دي. انا ركنت المنطقه دي لو لاحظت ان انا ما غيرتش المكثف المنتفخ ولا جيت ناحيته، لان ده في دايره تانية مختلفه تماما. انا كان كل همي ان انا لمبه الستاند باي تنور معايا. طالما ظبطت ال5 فولت طالعه معايا مظبوطه، توجهت هنا على البورده، تتبعت فولتياتها، داخل معايا 5 فولت، لازم يطلع معايا 3.3. انا لقيت ريجليتور عليه جهد نص فولت وداخل عليه 1.3. لما رفعت على اي سي الفلاش اكتشفت ان الجهد اللي وصل عليها 1.3. يبقى اذا ربطت بين فولت اي سي الفلاش والفولت اللي داخل للريجليتور ده ان المفروض يكون 3.3. 3.3 لما تتبعته لقيته خارج من الريجليتور ده داخل 5 ومطلع معايا 1.3 بس. لما غيرته رفعت المقاومه بتاعته سليمه جدا، الممانعه بتاعته سليمه على وضع الصفاره، مفيش عندي شورت. رفعت وركبت ريجليتور 3.3. الفولت لما استقر الستاند باي اشتغل معايا تمام. لما عملت عمليه تشغيل للشاشه، الشاشه فتحت معايا نظاميه جدا واشتغلت، مفيش فيها اي مشكله. وادي هنحط فيشه الباور اهو ونشيك مع بعض. وزي ما احنا شايفين الشاشه الحمد لله رجعت شغاله. الفيديو سهل وبسيط،
ما فيهوش كلكعه كتير، لكن الهدف منه ان انت ما تحاولش تشتت نفسك بدايره ممكن تكون خارج مشكلتك، وتبدا تحاول وتعمل وتظبط في الدايره دي، وانت مبدئيا انت عندك مشكله في الدايره الاساسيه. الدايره الاساسيه بتاعت الاسطوانه الضبابيه عندي سليمه ظاهريه، ركنت دي خالص على جنب، ما اهتمتش بيها بتاتا. انا كان كل اهتمامي ان ليد البياني يديني لمبه ستاند باي، والبورد المين بورد يعمل ويقوم بوظيفته المطلوبه منه. فيديو سهل وبسيط، ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. اتمنى انكم تكونوا بتستفادوا من فيديوهاتنا، ويكون مرجع مهم لكل مبتدئ عايز يتعلم الصيانه. الصيانه سهله بسيطه، ما فيهاش حاجه، كل اللي مطلوب منك شويه تركيز ان انت تفهم الدايره اللي قدام منك ايا كانت نوع الحاجه اللي انت شغال فيها بتشتغل ازاي، يعني فين بيودي لمين او مين بيودي لفين. تعرف دي طالعه من هنا بتروح هنا. لو فهمت الدايره نفسها طريقه عملها ازاي، صدقني مفيش اي حاجه تقف قدام مني. ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.